السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا أصدقائي؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله التمرين رقم 33 في برنامج الإعداد العام. زي ما قلت لكم قبل كده، البرنامج ده خاص بفئة الناشئين من أول سن 11 سنة إلى سن 15 سنة. بيجيلي تساؤلات وبيقولوا لي يا كابتن احنا نطبق البرنامج ده إمتى؟ بنطبق البرنامج ده يا شباب بعد ما السباح يتعلم الأربع عومات ويتعلم الهاي تكنيك. بس في نقطة مهمة قوي قبل ما تبدأ تشتغل تحمل بدني على السباح اللي معاك، لازم يكون عامل كشف دوري ومطمن على حالته الصحية، هل هو فعلا يقدر يتقبل هذا التحمل ولا هيأثر عليه ويكون عنده مضاعفات. في نقطة مهمة قوي برضو بنحب نقولها قبل كل تمرينة، ان ضروري قوي السباحين يعملوا إحماء دراي لاين ستريتشات قبل التمرين لتجنب الإصابات أو الشد العضلي. التمرين النهارده عبارة عن مجاميع أساسية ومجاميع أساسية بداخلها مجاميع فرعية، فعندنا ورم أب والبري مين والمين سيت والريكفري، والتوتال عندنا 1800. التمرينة تقيلة شوية ومحتاجة شوية تركيز. قبل ما نبدأ بس حابب يا ريت نعمل لايك ونعمل اشتراك في القناة، عشان كل يوم إن شاء الله بنزل لك تمرينة وبتكلم فيها عن الإعداد البدني، الإعداد العام، وبعد كده بعد ما نخلص الإعداد العام هنبدأ نتكلم عن الإعداد الخاص. فضروري قوي يا أبطال إن احنا نركز في التمرينات دي، عشان دي طبعا هتساعدنا وتأهلنا إن احنا نرفع مستوى السباحين اللي معانا من مبتدئين لمحترفين في وقت قليل جدا. الورم اب عندنا النهارده عباره عن 400 متر، 400 متر 50 حره 50 باك، فاحنا عندنا 16 مره السباح رايح جاي فيهم. بيعمل فيهم الترنات، بيعمل فيهم الاستريمات، بيعمل فيهم بريك اوت. عندنا 15 ترن، 15 ستريم لاين، 15 بريك اوت. مهم قوي السباح يركز فيهم سواء حره سواء باك. ليه ما خليناش حره او ليه ما خليناش باك؟ عشان يبقى في ديناميكا اكتر ما بين السباح والميه، علشان السباح يحس بالميه عشان ينتقل من عومه لعومه، بيكون في انسيابيه وتناغم ما بين جسم السباح وما بين الميه. فده طبعا هيأهله ان هو يكون عنده سلاسة اكتر في الميه ومستواه يتطور في وقت قليل يعني. فال 400 متر يعني ضروري قوي السباح يعملهم بشكل كويس، علشان ده هيساعده ان هو مستواه يتطور زي ما قلت لكم. البري ميل عندنا 200 متر، عندنا 4 في 50 اي ام اوردر اللي هي انديفيدوال ميدلي، قلناها وشرحناها قبل كده. 25 دريل و25 عومه سويم. الشدة 90 والراحة 30، فاحنا بنتكلم في 50 متر دولفين، 50 متر باك، 50 متر بريست، 50 متر حرة. بيروح السباح دريل، وبيفضل ان الدريلات طبعا تختلف، ولكن الدريلات اللي هي قريبة من العومة. وبيرجع وهو راجع ال 25 بتكون على العومة، يعني 25 دريل دولفين، 25 العومة دولفين كامل. 25 باك دريل، 25 باك كامل. 25 بريست دريل، 25 بريست سوري 25 بريست كامل. 25 دريل حرة، 25 كامل. طيب احنا دلوقتي خلصنا البريمين، فبنبدأ نتكلم في المينسيت. المينسيت عندنا كيلو 100. كيلو 100 عبارة عن 10 في 100 فري، 85%، ولاست 25 فول باور سبرنت كيك وهاند هيد اب، كيك هاند كيك هيد اب. ايه معناه ده يا بطل؟ يعني احنا بنعمل حرة عادي في المية، 75 رايح جاي رايح، وهو راجع بقى بيعمل ضربات رجلين، راسه بره المية، دراعاته بتكون سكالينج فول باور، يعني بيطلع كل اللي عنده. ليه بنخلي المجموعة التقيلة في آخر المجموعة يعني 75؟ ليه ما بدأناش مثلا قوي ونريح؟ دي بيكون اسمها تحملات سرعة، يعني احنا بنعمل او بنبدأ نشغل السباح على السرعة اثناء ما هو الحمل البدني بتاعه او المجهود بتاعه او الطاقة بتاعته بدأت تنفذ، فبيبدأ يشتغل وهو تعبان. هنا بقى بيبدأ السباح يكون عنده حاجة اسمها تحمل مع السرعة. تمام، فلما بتيجي تشغله مثلا على مسافات طويلة بيبقى مستواه يتطور جدا، لان هو مش هيكون عنده ما يكونش خلص الطاقة بتاعته كلها يعني. الريست 40 ثانية والشدة 85. فاحنا بنبدأ نفهم السباح ان العومة اللي هو عايمها في الفري ضروري قوي يركز في التكنيك، يركز في الترنات، يركز في البريك اوت، شكل العومة، هيد بوزيشن، بادي بوزيشن، ايقاع الرجلين مع الدراعات. كل الحاجات دي طبعا السباحين لازم يركزوا فيها جدا. والفول باور في الكيك سبرنت هيد اب ده الصراحه بيبقى صعب شويه، بس برضو احنا بنحاول نخلي السباح راسه بره الميه يتنفس كويس وندوس عليه، علشان ده ينتج عنه ان يكون عنده تحمل عالي. بعد كده هنخش على مجموعة السبرنتات النهاردة في المين سيت. هي 4 في 25 باك ويز دايف فاست 100%، الريست 30 ثانية. السباح بيعمل ستارت باك. تمام، لو عندك البلوك في الهندات بتاعت الستارت كويس، مفيش ممكن يعملها من على الفايت عادي. بيعمل ستارت باك، بيحاول يطلع بره الميه ويخش تاني، يعمل ستريم لاين بريك اوت باك، ويبدا يشتغل الروتيشن سريع، ضربات الرجلين، عمت الباك، الراس لازم تكون ثابته، الجسم كله بيعمل روتيشن.
او بيعمل رولينج، ليها كذا مسمى. بس الفكرة ان احنا لازم يكون عندنا حاجة في الباك اسمها سايد كيك. سايد كيك برضو بتفرق مع السباحين قوي، ورجلنا ما تطلعش بره الميه، بنحافظ على البادي بوزيشن بتاعنا. وياخد باله من الفينش، لازم يكون عندنا حبل الباك. السباح بعد حبل الباك بيعد كام كاتش عشان يوصل او يلمس الحيط. طيب عندنا النهارده الريست بتاعنا 30 ثانيه، فضروري قوي ان انا اقول للسباح عايش يا بطل، كمل استمر، برافو عليك، في اخطاء عندك معينه في الحته الفلانيه، اعمل كذا ما تعملش كذا. الحاجات دي كلها بتأهل السباحين ان هم مستواهم ان شاء الله يتطور في وقت قليل. الريست عندنا الريكفري سوري عندنا 100 ايزي. بفضل في الايزي باك بريست او حرة ايزي. ده طبعا بيخلي السباح يعمل كول داون، يعني جسمه بيهدى خالص، النفس بيرجع طبيعي، النبض بيرجع طبيعي. السباح ما ينفعش يطلع من المية وهو تعبان، ممكن يدوخ، ممكن يأثر عليه في حاجات تانية كتير. مهم قوي ان السباح يهدى خالص. اول ما النبض والنفس يرجع طبيعي خلاص احنا كده خلصنا. اتفضل يا بطل اطلع. التوتال 1800. عايز اقول لك برضه على معلومه مهمه قوي، انت لازم تقيس للسباحين بصفه مستمره في ال 25 في ال 50 في ال 100 في ال 200 على الحره، وتقيس برضه على الباك والدولفين والبريست. ولكن ما ينفعش تقيس لو التكنيك بتاع السباحين وقع. 25 تمام، 50 بدأ التكنيك يقع ما تقيسش تاني غير لما تثبت تكنيك. كويس في ال50 هتقيس على ال100 التكنيك بيقع، ثبت قياس ال50 واحفظ، خلي السباح يحفظ الرقم وحاول تطور الرقم ده معاه، وتفهم السباح قد ايه الرقم ده مهم. تقارنه طبعا بالريكورد بتاع اسكندرية او بتاع الجمهورية. ده هيساعده بشكل كبير قوي ان هو يحسن طبعا من ادائه ويتطور بشكل كبير. تابعني يا بطل، عشان انا ان شاء الله كل يوم بحاول انزل لك فيديو بتكلم فيه عن تمرينه، بشرح لك كل الدريلات اللي فيها، وبتكلم فيها عن ازاي توصل بمستوى السباحين اللي معاك من مبتدئين لمحترفين في وقت قليل جدا. ان شاء الله نخلص فترة الاعداد العام ونتكلم عن فترة الاعداد الخاص. انا بنزل لكم الفيديو ده في احنا في شهر دلوقتي 2، فاحنا في بطولة جمهورية زعانف، وفي بطولة يعني هي بتبدأ احنا في اخر شهر 1 سوري. في بطولة في شهر 2 شغالة دلوقتي زعانف، في بطولة في اول شهر 2 خماسي حديث. اللي عايز يعرف معلومات عن بطولة الخماسي، عن بطولة القطع القصيرة، قطاع الزعانف، انا كنت عامل فيديو قبل كده متكلم فيه عن القصص دي. ولكن لو عايز تعرف معلومات اكتر سيب لي في الكومنت وقول لي ان انت حابب تعرف معلومات، وانا ان شاء الله انزل لك فيديو بتكلم فيه السباح الفئات العمرية، والسباح اللي معاك توجهه في انهي قطاع، زعانف، قصيرة، خماسي، بداية المنافسات من اول كام سنة، الارقام بتاعتهم، كل الكلام ده ان شاء الله نتكلم فيه. ولكن احنا بنشتغل على الكومنتات وعلى التساؤلات بتاعتكم، فسيبولي في الكومنت، وان شاء الله ربنا يوفقكم جميعا، واشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية على خير مع التمرين. هتبقى بقى ان شاء الله 34 يعني. شكرا ليكم يا شباب، واتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله.